السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جاي لكم فيديو جديد ويوم جديد. اعملي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه لو انت مش مشتركه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. اعملي لايك للفيديو طالما دخلت الفيديو، فبالله عليك ادعميني بلايك وخليك سبب في رزقي. هنعمل مع بعض النهارده روتين حلو جدا. انا كنت هعمل كيكه يعني، فقلت ايه والله ما لو واخداكم معايا كده ايه فيديو. هعمل كيكه، هنضف المطبخ، هعمل كذا حاجه يعني، فقلت اما اصور معاكم فيديو ان شاء الله خفيف ولطيف كده، ان شاء الله يعجبكم. انا قبل ما اشتغل في الكيكه زي ما انت شفتوا، انا كنت مولعه الفرن درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، حتى شبكه في الرف الوسطاني مولعه من تحت بس. ماشي، وجبت الخلاط بتاعي، حطيت فيه 4 بيضات بلدي، وهرجع اضيف واحده كمان، هيبقوا 5 بلدي، لو من الابيض ده هيبقوا 3، ولو 2 شغال برضو. واحط كوبايه ونص سكر عليهم، على ال5 بيضات، احنا بنحبها مسكره شويه. هتطلعي 30 حته كيكه من الصينيه اللي انت هتعمليها دي، وهتشوفي قدامك العدد بنفسك. وهضيف عليها كوبايه لبن، وانا مستخدمه كبابه كبيره، كل هتقدم يعني كبابه صغيره شويه مفيش مشكله. وضفت دي شويه، كنت مساحه سمنه، هضيف عليها كمل كوبايه الا ربع سمنه او زيت، او سمنه على زيت زي ما انا عملت، كوبايه الا ربع. وهضيفهم برضو على الخليط بتاع الخلاط، وايه، وحطيت فانيليا مع البيض، وهنضربهم كويس قوي في الخلاط. يبقى بيض، سكر، سمنه على زيت، لبن، وفانيليا، وكده شكرا. وهضربهم كويس لحد ما السكر يدوب. لازم السكر بتاعك يدوب الاول، لازم وحتما السكر يدوب الاول. صلي على النبي واعملي لايك للفيديو، بالله عليكي ما تنسينيش في اللايك. اعملي لايك للفيديو عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. بس كده. بعد بقى ما ضربت الخليط بتاعي كويس قوي في الخلاط، هجيب بقى البوله وهحضر برضو الدقيق معاكم. زي ما قلت لكم كنتش ناويه اصور والله، والا كنت حضرت المقادير يعني. انا خدتها كده ايه ببركه الفيديو يعني، بركه الله. الاول جبت بقى ايه، الكوبايه اللي انا معايره بيها كل المقادير بتاعتك لازم تبقى بمعيار واحد، او يعني بكوبايه واحده. والحاجه كلها تكون بره التلاجة بقى لها يجي نص ساعه، عشان خاطر تكون بدرجه حراره الجو، درجه حراره الغرفه يعني. معايا هاخد كوبايتين ونص دقيق هنخلهم. تمام. ولو احتجت تاني زي ما احتجت انا كمان هضيف دقيق، ما احتجتش يبقى تمام. لقيت الخليط بتاعي خف شويه هضيف له شويه دقيق، ما لقيتوش خلاص. طب ولو لقيته تقيل هضيف معلقه ميه، معلقه لبن. لو ما عندكش لبن برضو كنت خلاص خلصت لبن، ضيفي معلقه ميه مش هتقولك لا. وضفت عليهم تذكره كيك شيف. ماشي. وهضيف معلقتين كاسترد. المعلقتين يا جماعه الكاسترد دول بينقلوا الكيكه ريحه وطعم، بينقلوها في حته تانية بجد، بخلوا ريحتها حلوه جدا وطعمها حلو جدا، بخلوها هشه. ممكن تستبدليهم بمعلقتين نشا بس. يبقى كوبايتين ونص دقيق عليهم معلقتين كبار كاسترد او نشا، وعليهم رشة ملح وتذكرة كيك شيف. وبقى هضربهم كويس بقى مع بعض على الاول قبل ما اضيف عليهم الخليط السائل، وبعد ما اضيف الخليط السائل اقلبهم مع بعض هقلب برضو في اتجاه واحد لحد ما الخليط بتاعي يكون جاهز. لقيته خفيف هضيف رشة خفيفة من الدقيق. وبرضو ايه، هتأكد برضو، هتشوف الخليط المناسب دلوقتي. هلم بقى الخليط بتاعي هرجعه تاني يعني في شفشق الخلاط. انت مجنونه؟ انت هتضربيهم تاني في الخلاط؟ لا، انا هرجعهم في شفشق الخلاط، لان انا مش هعمل صينيه كيك، انا هعمل كب كيك. حطها في كب كيك. انت عايز تعملها في صينيه اعمليها ولا يهمك، شغال شغال. انا هعملها في كب كيك. طلعت معايا بالظبط، وهتشوفي حجم الكب كيك كام، قد ايه يعني، 30 واحده. طلعوا 30 واحده، حجمهم كبير يعني. لو عندك في عيد ميلاد كوبايتين دي دول هينقلوكي في حته تانية، هيدوكي كمية حلوة يعني، هتكفي معاكي كتير. بس فانا عملت دوت اول صينية، وبرضه هرجع اعمل كمان صينية. الصينية دي 12 قطعة، هعمل صينية كمان، وهعمل كمان صينية تانية فيها 6 وحدات، فبالظبط كده 30 وحدة كب كيك، والوحدة كبيرة زي ما قلت لك. معلش انا بتكلم كتير في الموضوع ده عشان لو انت ما خدتيش بالك اول مره تاخدي بالك تاني مره. ودخلتها بقى الفرن بس بعد ما عملت فيها المعلقه كده، عشان خاطر المسامات بتاعتها تكون ضيقه. ده المنظر اللي يخض. بس خلاص انا خلصت منه، مرضاش اجيبها معاكم في الكاميرا يعني، جبتها كذا مره. خلصت غسيل المواعين بعد ما عملت الكيكه.
ماشي. وروقت الدنيا مكاني. الحله اللي قدامكم دي فيها رز، ف هسيبها بقى ايه على الرخامه كده. خلاص ده بقيه الخليط اللي فاضل معايا من الكيكه. ودي فراوله انا نقعاها في ميه علشان هعمل سلطه فواكه. هغسلها غسله حلوه وهعمل منها سلطه فواكه بس. جبت بقى الحله اللي انا هعمل فيها سلطه الفواكه بتاعتي، واقطع فيها الفراوله بعد ما غسلتها كمان غسله حلوه. انا عارفه ميه بخل عشان خاطر بيبقى فيها حشرات كده بيقولوا يعني، انا ما شفتش بس ايه، فغسلتها غسله حلوه وبعدين هبدا اقطعها برضه. انا اعرف السلطه دي زي السلطه الخضراء بتكون قطع، في ناس بتضرب عصير وتحطه ايه عليها، انا ما بحبش كده. انا اعرف الكوكتيل كوكتيل والسلطه سلطه. كوكتيل يبقى احط كذا نوع عصير، انما سلطه هتبقى الفواكه متقطعه كده ايه مكعبات زي ما انتوا شايفين، فراوله موز تفاح، لو عندك خوخ عندك عنب عندك برتقال عايز تقطعيه. دي السلطه اللي انا اعرفها، انما التانية لا. انا ما اعرفش ما بحبش اللي هي مضروب عليها عصير دي. ممكن تضربي مانجا وتحطي جوافية وتحطي، بس انا بحبها صحيحه كده لانها اسمها سلطه فواكه بس. فضفت موز، انا كان عندي موز وتفاح وفراوله قطعتهم واكتفيت بيهم وخلاص الحمد لله على كده. خلاص بقى في الوقت ده الكيكه بتاعتي كانت طلعت. تعالوا شوفوها بقى، شايفين حجمها قد ايه مرتفع قد ايه. لما استوت خلاص اتاكدت انها استوت، شغلت ايه فطفيت من تحت وشغلت من فوق. شايفينها حلوه ازاي، واخده لونها حلوه جدا وهشه جدا والله العظيم طعمها. هجيب بقى صينيه واطلع فيها عشان انا ما عنديش الا صينيه الكب كيك دي، فهقلب بيها الايه الكيكه بتاعتي. هعمل فيها كل الكميه يعني، فهطلع الصاج اطلع منه الكيكه واعمل تاني. شايفين لونها حلو ازاي وهشه برضو جدا، وشايفين بتطلع دخنه لسه سخنه والله، ومع ذلك ما بتتفرفتش وهي سخنه، هي ما بتتفرفتش وهشه جدا. طعمها انت لما تجربي هتعمل الكاسترد بينقلها في حته تانية. بس هعمل بقى الصينيه التانية وادخلها برضو الفرن. نرجع بقى ايه لسلطه الفواكه بتاعتنا. بعد بقى ما قطعت الموز والتفاح والفراولة هنزل بحبة سكر. ممكن تضيفي، انا هنا بعصر ليمون عشان خاطر انا حاطه موز وحاطه تفاح فما يسودوش معايا. فهنزل بقى عليهم ايه بليمونه حجمها متوسط كده، هعصرها واشيل منها البذر عشان الفاكهه بتاعتي لما احطها في التلاجة ما تسودش، تتأكسد يعني. احط سكر بقى، احط سكر على حسب التحليه بتاعتك او ممكن تستبدليه بعسل ابيض. وهضيف ربع كوبايه ميه عشان خاطر السكر بتاعي يدوب. وهقلبهم بقى مع بعض وهغطيها وادخلها التلاجة عشان ما تكرفش. لازم تغطيها عشان ما تكرفش على ايه، تاخد اي طعم من التلاجة بتاعك. هدخلها بقى التلاجة ونيجي نشوف المشتريات بتاعتي. ده الكوفي كورنر طبعا كلكم كنتوا عارفينه. افتكروا الشكل القذر ده عشان هنغيره مع بعض دلوقتي. انا عملت ونضفت معاكم كذا مره، جبت كذا حاجه جديده كده فهحطها فيه النهارده. جبت معاكم 3 علب اكريليك، الغطا بتاعهم خشب او هو زي الخشب يعني مش خشب، بلاستيك بتهيألي على ما اعتقد ده خشب بلاستيك. وفي جوان كده عشان خاطر يحبك والحاجه ما تدخلهاش رطوبه وتفضل ايه حلوه. جبت 3 عبوات هغسلهم لحد بقى المره الجايه ان شاء الله باذن الله. هبقى اجيب 3 غيرهم لان الواحده منهم عامله 65 جنيه. الواحده في الثلاثه عامله 65 جنيه، فلما يكون معايا مبلغ برضو المره الجايه هجيب كمان 3 ان شاء الله، لان انا بحب الاكريليك ده ما بحبش الازاز. تمام. غسلتهم بقى ايه وهبدأ امسحهم بالمنديل عشان احط فيها الحاجة بتاعتي. ده الشاي العروسة عشان احنا بندعم القضية الفلسطينية، فده شاي عروسة مش ليبتون. الليبتون قالوا ان هو مقاطعة ومعروفش برضو متأكدتش. بس الاول هنضف الرف بتاعي، هشيل الفرشة. اللهم صل على سيدنا محمد. همسح تحتها وامسح المفرش وبعدين ايه احط الحاجة بتاعتي. حطيت فيه ينسون وحطيت فيه الشاي، وكنت لسه ما جبتش قهوة فهحط التالت للقهوة بس يا نون. حط فيه ايه خلاص كده رجعت خلاص نفضته كويس ورجعته ايه مكانه. ممكن ما افرشوش يعني، بس ايه ساعات بفرشه ساعات ما افرشوش. بقيت بقى ايه اشيل واحط اشيل واحط لحد ما غيرته يجي 4 5 مرات وانا برص الرصه دي مش قبل كده بجد. فبحب الديكور وبحب التغيير جدا، وزي ما قلت لكم حاجات بسيطه بنغير بيها ايه النظام بتاعنا. غيرت كل الحاجات دي. غيرت برضو الرصه دي ما اعتمدتهاش. اللي قدامكم دي السكريه كانت نوع كنت حطاها برضو هنا بس خلاص ما عادش لها مكان، احطها على
البرطمان اللي قدامكم ده اللي هو الموف اللي في ريحة طقم التوزيع ده، هتشوفوها دلوقتي وانا بحطها عليه. هنا البرطمان ده انا حاطه فيه السكر الزياده، يعني بجيب كيس السكر احط شويه في السكريه والباقي في البرطمان ده حفاظا عليه يعني، او عشان ما ينكبش. وبس في الصيف بدخل العلبه دي التلاجة عشان خاطر النمل. برضو غيرته، لو تلاحظوا انا عماله اغير وابدل، لا ما استقريتش برضو، الشكل ده مش هو اللي انا استقريت عليه. هغير برضو تاني، كنت قلت لكم غيرت 5، برضو مش هغير، دي تغيير تاني خلي بالكم. برضو هغيره، ده الاخراني بقى، ده الاخراني، ده الاخراني خالص، شكله تحفة جدا ومرتب جدا. ده تاني صاجة اهو طالع معايا من الكيكة، تحفة جدا. هطلعه برضو وهكمل بقى ايه الستة اللي فاضلين، حبة الكيكة هم لو انتوا شايفينهم لسه حبة هم في الخلاط، هيعملوا 6 كمان. لو تفتكروا 12 هم و12 قبل كده يبقوا 24، وكمان 6 هعملهم يبقوا كده ايه تمام اهو. هدخلهم بقى الفرن، وتعالوا شوفوا شكل المطبخ بتاعي بعد ما تروق وتنضف، بقى شكله حلو جدا، والمواعين اتغسلت والكيكة طلعت، كله مية مية متنضف ومية مية. يا رب الفيديو النهاردة يكون شجعكم وعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.